هل فعلا محتاج توصل ل 100 عدة ضغط يوميا عشان تتطور وتلاحظ نتيجة؟ تعال أقولك الحقيقة وأفهمك من غير أي فزلكة. أغلب اللي هيكمل الفيديو ده هيكونوا فئتين، فئة وصلت فعلا ل 100 عدة بس التطور عندها وقف وما بقوش يلاحظوا نتائج، وفئة تانية لسه بتحاول توصل ل 100 عدة وفاكرين إن أول ما يوصلوا للرقم ده هيبقوا وصلوا للكتلة العضلية اللي عايزينها. خلينا نبدأ بأول فئة ونفهم ليه أغلب الناس لما بتوصل ل 100 عدة ضغط بيبدأ التطور يقل عندهم ومش بيستفادوا من تمرين الضغط. أكيد أغلبنا بدأ من 5 أو 10 عدات يوميا، ومع الوقت زود لحد ما وصل ل 100 عدة، لأن محدش فينا اتولد يعرف يعمل 100 عدة من أول يوم. ركز معايا بقى عشان هفهمك ليه الخمسة أو ال10 عدات اللي كنت بتعملهم بصعوبة كانوا أفضل لنمو عضلاتك من ال100 عدة دلوقتي. أول ما بدأت ال5 أو 10 عدات دول كنت بتوصل فيهم للفشل العضلي الحقيقي، إنما دلوقتي وأنت بتعمل 100 عدة مش بتوصل للفشل العضلي. هتقولي إزاي يا كوتش؟ أنا بخلص ال100 عدة وبكون مش قادر أعمل ولا عدة بعدها. ودي بقى الغلطة اللي ناس كتير بتقع فيها. اللي بيحصل إنك لما بتقف عند ال100 عدة بتكون وصلت لإرهاق عصبي قبل ما تكون وصلت لفشل عضلي، لأن مع العدات الكتير الجهاز العصبي بيتعب وبيخليك توقف التمرين قبل ما العضلة تاخد التحفيز اللي يخليها تكبر. ولو مش مقتنع جرب، اوصل لأقصى عدد عدات ضغط تقدر عليهم وخد راحة 3 دقايق وجرب تاني. هتتفاجئ إنك تقدر تعمل عدات تانية عادية، وده دليل إنك ما وصلتش للفشل العضلي الحقيقي. إنما بقى جرب تلبس شنطة وتحط فيها وزن خارجي وتختار وزن يخليك توصل من 6 ل 15 عدة وما تقدرش تكمل، وخد راحة 3 دقايق وجرب بنفس الوزن تاني. هتلاقي نفسك بالكاد بتعمل عدتين، وده لأنك وصلت للفشل العضلي الحقيقي مش مجرد إرهاق عصبي. فلو أنت من الفئة اللي التطور عندها وقف، جرب تضيف وزن خارجي وتمرن بيه 3 أيام في الأسبوع، وما تخليش ال3 أيام ورا بعض عشان تدي جسمك فرصة يستشفى. تعال بقى ندخل على الفئة التانية اللي لسه بتحاول توصل ل 100 عدة. لو انت وصلت ل 30 أو 40 أو 50 عدة فانت كده بنيت أساس ممتاز كافي جدا. بعد النقطة دي أي عدات زيادة هتبقى أكثر إرهاق عصبي وهتقلل من النمو العضلي. فالحل بسيط، أول ما تعدي ال30 عدة ابدأ زود أوزان خارجية وتمرن بيها في رينج من 6 ل 15 عدة توصل فيهم للفشل العضلي. فالخلاصة اللي تطلع بيها من الفيديو ده، انت مش محتاج توصل ل 100 عدة ضغط يوميا عشان تتطور، انت محتاج تتمرن مجموعتين في رينج عدات من 6 ل 15 عدة توصل فيهم للفشل العضلي، وتعمل كده 3 أيام في الأسبوع. وكل ما تتعود على الأوزان الخارجية وتحسها أخف وتقدر تجيب بيها عدات أكتر من 15 تبدأ تزود الأوزان دي. كده انت هتكون وصلت لرينج عدات مناسب للفشل العضلي من غير ما ترهق نفسك، وكمان زودت من الاستشفاء بتاعك وحفزت نمو عضلي أكبر. لو عملت غير كده هتفضل تلف في نفس الدايرة ومش هتستفاد أفضل استفادة من تمرين الضغط. ولو استفدت من فيديو النهاردة ما تنساش تصلي على النبي وتكتب لي في الكومنتس بتوصل لكام عدة ضغط يا دبابة. سلام.